السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بداية أنا باشمهندسين حابب إن أنا أعرفكم بنفسي. معاكم مهندس عمر حسن رضوان، خريج هندسة شبرا جامعة بنها 2019 وحاليا سينيور فيلم انجينير في حسن علام كونستراكشن. طيب الكورس بتاعنا يا باشمهندسين بيتكلم عن الرينفورسمنت فريم أو شوبرونج رينفورسمنت فريم 3 دي رينفورسمنت باي يوزنج ريفت 24 و5 20. في الأول يا باشمهندسين وضحنا انترودكشن خفيفة عن الفيلم تكنولوجي، وقلنا ايه الفرق ما بين الطريقة التراديشنال والطريقة 3D reinforcement علشان نوضح المزايا والعيوب لكل منهم. بعد كده يا باشمهندسين دخلنا في شابتر 1، وهو شابتر 1 بيتكلم عن preparing موديل، ازاي ان انا اعرف امانج البروجكت بتاعي، او ايه اللي ممكن يقدر يساعدني ان انا اقدر اقول البروجكت دوت او الموديل ده اقدر ان انا اشتغل عليه تسليم. في الاول يا باشمهندسين اتعلمنا البروجكت يونتس والورك سيتس والبراوزر اورجانيزيشن والفيو رينج والفيو تمبلت والفلتر، وبعد كده دخلنا في البروبرتيز بتاعت الحديد نفسها، من سواء ريبار كفر وريبار كفر سيتنج والريبار بار فاميلي والكالرز والبارامتر بتاعت الريبار بار، وبعد كده الريبار شيب. وبعد كده يا باشمهندسين تدرجنا لتقفيل الشيتات سواء كان الداتا ريفيجن او التايتل بروك. بعد ما خلصنا دول يا باشمهندسين بدأنا ندخل في الشوب درونج نفسه أو التفاصيل العناصر الإنشائية، وأول عنصر إنشائي ممكن يقابلنا هو الفاونديشن. اتكلمنا فيها يا باشمهندسين عن انترودكشن عن الفاونديشن، واتكلمنا عن التايبس بتاعت الفاونديشن، واتكلمنا عن الكود ديتيلز للفاونديشن، وبعد كده الشوب درونج للتايبس بتاعت الفاونديشن ديت يا باشمهندسين. تمام. وفي الشابتر دوت احنا وقفنا بعد ما عملنا الشوب درونج للفاونديشن، سواء كانت يا باشمهندسين قاعدة ايزوليتد او كومبايند او فاريبل او ستريب او راب بكل انواع. والتلاتة دول يا باشمهندسين احنا سيبناهم لبعد ما شرحنا شابتر الانوتيشن علشان نقدر نطبق على الفاونديشن دي. تمام. وشابتر يا باشمهندسين في شابتر مخصوص للداينامو سكريبتس اللي اقدر استخدمها واوظفها في التسليم. بعد كده يا باشمهندسين الستارتر بار، واتكلمنا فيه عن الكود ديتيلز فور شوب درونج ستارتر بار، وبعد كده عملنا الستارتر بار للقواعد اللي عملناها يا باشمهندسين. احنا ماسكين مشروع كامل بنقدر نشتغل عليه بكل التفاصيل الانشائيه بتاعته، وعملنا لهم برضو التاجات والانوتيشن والبي في اس. تمام. وازاي اقدر اوظف الداينامو سكريبت عليه. بعد كده يا باشمهندسين رحنا لشابتر 4 يا باشمهندسين، وهو بيكلمنا عن الريبار تاج والانوتيشن. الريبار تاج والانوتيشن ده يا باشمهندسين قلنا انترودكشن خفيف عن الانوتيشن، وقلنا ازاي اقدر اوظف الانوتيشن دوت على الفاونديشن والستارتر بار اللي انا هستخدمه، وشرحنا الريبار تاج وعملنا تاجة يا باشمهندسين، وقلنا البيلدنج ديتيل والمالتي ريبار، وقلنا الفرق ما بين الريال لينس والتوتال لينس وعملنا عليهم الانوتيشن. بعد كده شابتر 5 يا باشمهندسين بيكلمني عن بار بيندنج سكادول، وشرحنا فيه كل ما يخص حديد التسليح من جداول وازاي نعملها في شيتات. طيب بعد كده شابتر 6 يا باشمهندسين اتكلمنا فيه عن الاستراكشر فريمنج، قلنا انترودكشن خفيف عن الاستراكشر فريمنج سواء كانت سب استراكشر او سوبر استراكشر، وقلنا الكود ديتيلز للشوب درونج بتاع الاستراكشر فريمنج او البيمز. وبدأنا في الشوب درونج بتاع البيمز، بدأناها يا باشمهندسين بالباي بيمز، وبعد كده طلعنا فوق على الفيرست بيم سواء كانت يا باشمهندسين سيمبل او كونتينوس او فاريبل ويدث او فاريبل ديبث، واتكلمنا عن الكاميرا الراديال. تمام. بعد كده يا باشمهندسين قلنا التاجات والانوتيشن والبي بي اسات بتاعتها. طيب بعد كده شابتر 7 يا باشمهندسين اتكلمنا فيه عن الاستراكشر كولوم، وقلنا انترودكشن خفيف عن الاستراكشر كولوم، وقلنا كود ديتيلز فور شوب درونج كولوم. بعد كده اتكلمنا عن التايبس بتاعت الكولوم في شوب درونج سواء كان يا باشمهندسين عمود 1 ستوري 2 ستوري، عمود حصل له قص من ناحيه واحده او عمود حصل له قص من ناحيتين. اتكلمنا عن العمود الكيرفد، اتكلمنا عن العمود السيركولار. كل التفاصيل الانشائيه اللي ممكن تتخيلها يا باشمهندسين او اللي ممكن تقابلك احنا وظفناها في المشروع دوت علشان نقدر نتكلم عليه. بعد كده اتكلمنا عن التاجة والانوتيشن والبي بي اسات والداينامو سكريبت. بعد كده يا باشمهندسين اتنقلنا شابتر 8، وهو بيكلمنا عن الاستراكشر وول، وقلنا انترودكشن خفيف عن الاستراكشر وولز، وبعد كده قلنا كود ديتيلز فور شوب درونج وول، وبعد كده عملنا شوب درونج الوول سواء كانت وول واحده شير وول يا باشمهندسين او كور، وقلنا تفاصيل الكول لو في فتحه او باب اسانسير ممكن نتعامل معاه ازاي ونعمل له شوب درونج ازاي، وعملنا له التاجات والانوتيشن والبي بي اسات، وبرده الداينامو سكريبت يا باشمهندسين في الشابتر بتاع الداينامو سكريبت
مضاف ليه كل التفاصيل اللي اقدر استخدمها او ازاي اقدر استفيد بالداينامو سكريبت في التسليح بتاعي. بعد كده يا باشمهندسين اتنقلنا شابتر 9 واتكلمنا فيه عن الاستراكشر سلاب، وقلنا فيه انتروداكشن خفيف عن الاستراكشر سلاب. بعد كده الكود ديتيلز الشوت رونج بتاع السلاب، وقلنا انواع السلابز اللي اقدر استخدمها سواء كانت سوليد سلاب او فلات سلاب، وعملناها يا باشمهندسين، وعملنا التاجات والانوتيشن والبي بي اسات والداينامو سكريبت ازاي اقدر استخدمه فيه، هنشوفها في شابتر الداينامو سكريبت مخصوص. بعد كده يا باشمهندسين شابتر تاني وهو اخر شابتر في العناصر الانشائيه اللي بتكون اي مبنى، لستراكشر ستيلز. قلنا انتروداكشن عن الاستراكشر ستيلز، وبعد كده الكود ديتيلز فور شوب درونج ستيلز، وبعد كده قلنا الشوب درونج بتاع التايبس بتاعت الستيلز سواء كانت يا باشمهندسين ازاي اقدر اتعامل معاها، وهو السلم نفسه الاستراكشر سيستم بتاعه بيكون متشال ازاي، وسلحنا الكاميرا المايله معاه وعملنا لهم التاجات والانوتيشن والبي في سات والداينامو سكريبت اقدر استفيد بيه. وهنوضح يا باشمهندسين برضو جزء من الشغل بتاعنا او بورتفوليو يوضح شكل البرزنتيشن والاخراج لينا، تمام. وهنشوفه واحده واحده في البيم انفورسمنت. ده reinforcement by using ريفيت 24 و25 دوت شغل يا باشمهندسين خارج منا من تجارب عمليه وخبرات سنين، تمام. نقدر ان احنا نخرج برزنتيشن في الشكل دوت. لو دوت وضحناه في بلان للفاونديشن، وبعد كده يا باشمهندسين هنشوف شكل الاخراج لبلان الفوتنج، وبعد كده الستارتر بار، واتكلمنا عن الاستراكشر كولوم في جزء الستارتر بار. وبعد كده يا باشمهندسين اتكلمنا عن الفاونديشن، وديت يا باشمهندسين رسم معمول لها كذا صنبت، تمام. واتكلمنا عن الفلات اللي اقدر استخدمها وشغل التسليح في 3 دي، وهكذا يا باشمهندسين الى اخره، طريقه اخراج اللوح وطريقه البي بي اسات. وبعد كده اتكلمنا فيه عن البيمز يا باشمهندسين والكاميرا المكسره اللي بتكون مع السلم، وبعد كده اتكلمنا فيه عن تسليح البيمز بكل التفاصيل، وبعد كده تسليح الكولوم يا باشمهندسين، ووضحنا الفروقات اللي ممكن اقابلها في تسليح الكولوم، تمام. وبكل حاجة يا باشمهندسين بنشوف شكل الإخراج ليها في 3 دي وشكل الإخراج في اللوح. وبعد كده بعد ما انتهينا من تسليح الفاونديشن كلها يا باشمهندسين، وبعد ما انتهينا من تسليح التاي بينز كلها أو جراوند بينز، وبعد ما انتهينا من تسليح الأعمدة كلها، وبعد ما انتهينا من تسليح المبنى بالكامل 3 دي رينفورسمنت، وبعد كده يا باشمهندسين دوت تانك عملناه، تمام. ووضحناه برضو ازاي اقدر اشتغل فيه. ديت بلاطه يا باشمهندسين تم الشغل عليها بالفعل، وبعد كده سلم يا باشمهندسين وخلصناه برضو بكل التفاصيل الإنشائية بتاعته، وهنشوف شكله في 3 دي. شكرا، دمتم بخير.